الاهلي يتعادل بالعافيه بالعافيه بالعافيه، برغم ان الشوط الثاني ضيع كميه فرص، ولكن اتعادل بالعافيه مع فريق زد العنيد المحترم. ومن هنا احب اسجل كلمه حق اقولها لمحمد شوقي. انا كنت دايما بنتقده ايام ما كان مدرب عام مع كيروش او مع ايهاب جلال، وكنت دايما اقول ان هو بيقوم يقف ليه وبيوجه ليه وهو ماله ما يقعد. هو اتاري من عنده انفجار فني كان عايز يطلعه وعايز الفرصه بس. فماتش اللي فات الزمالك عامل مباراه كبيره جدا، ولولا كان هيحصل نفس اللي حصل لولا هدف احمد ربيع، وكان هيخرج متعادل قدام يعتبر احسن فرقه بتلعب كره دلوقتي في مصر الزمالك. والنهارده قدام النادي الاهلي بالانفجار الهجومي اللي اتعمل الشوط الثاني، مع انه كله سمك لبن تمر هندي، ما فيش بس الا حسين الاهلي بدا المباراه بطريقه سيئه جدا وتشكيل سيء جدا. مفيش